موضوع محور الحلقة اللي يتحدث عن دور التكنولوجيا في الإشراف التربوي والتعليم. أكيد حتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع نستقبل ضيفنا الكريم الأستاذ محمد كثير مجدي، معاون قسم الإشراف التربوي في الرصافة الثانية. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، وكل الشكر والتقدير لكم. أهلا وسهلا بك. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا بك في العراقية السريانية. الله يحفظكم، الله يخليك. شكرا جزيلا. أستاذ محمد، اليوم راح نحكي عن استخدام التكنولوجيا. طبعا كلنا نعرف دخول التكنولوجيا في حياتنا في نظامنا اليومي، يعني هذا أمر يعني مفروغ منه. فموضوع التكنولوجيا في عملية الإشراف التربوي ودخولها في هذا المجال، يعني حدثنا أكثر وحدثنا عن واقع هذا الشيء. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن التكنولوجيا الآن أحدثت ثورة هائلة في كل المجالات، يعني مجالات كل المجالات في العالم وليس في العراق. لابد شوي نعطيكم تعريف عن الإشراف التربوي. أكيد، تفضل. الإشراف التربوي هو تمكين العاملين في المؤسسة التربوية من تحسين أدائهم المهني، يعني هو يساعد على تمكين والقدرات يظهرها للعاملين، خصوصا تحسين قدراتهم المهنية المعلمين والمدرسين. هذا الهدف من الإشراف، ويراقب العملية التربوية يحسنهم من خلال الميدان، يعني خلال الزيارات الإشرافية وإقامة الدورات التدريبية لهم لتطوير قابلياتهم المهنية. هذا عمل الإشراف. الآن دخل موضوع التكنولوجيا بهذا الموضوع والمنصات الإلكترونية، وكان هذا الموضوع العراق يعني أثبت به التعليم وزارة التربية أثناء الوباء اللي حصل الوباء، أنه بعد امتحانات نصف السنة كان الدور وزارة التربية والتربيات أن اتخذت المنصات الإلكترونية لمواصلة، لأن عطلت كل العالم مواصلة العملية التربوية مع أولياء أمور التلاميذ والطلبة، وكان يعني منجز بدايته كل احنا مع العلم انه اول مره يعني الاوائل من خلال هاي المنصات اللي كانت متاحه. وبدت هذه المنصات تتطور رغم اكو صعوبات. انت كل شيء تجديد، يعني فكره تجديد تواجه فكره المعارضه، هاي معروفه. اكو يعني مثلا اكو نقد، احنا دائما نقول اكو نقد، بس النقد اذا يكون بناء يكون لصالح الخدمة العامة، يعني صالح المواطن، لصالح التدريسي، لصالح الطالب يعني. وهذه يعني أوجدت تفاعل متواصل بين المعلم والمدرس والطالب وولي الأمر. يعني لأول مرة ولي الأمر يتابع ابنه من خلال الطالب، من خلال هاي منصات التواصل الإلكترونية. قبل ما كانت هاي موجودة، يعني من تحدث مشكلة الآن ولي الأمر رأسا يتداركها مع الإدارة ومع الإشراف التربوي. يعني أكو أمور تغيرت من ذاك الوقت، من ذاك الزمان، بهذا الزمان بدخول التكنولوجيا والتطور إلى العملية التدريسية والتربوية. احنا عندنا منصة. ما هي أبرز يعني الأمور التي تغيرت؟ ما هي أبرز الأمور التي آلت إلى أنه أصبحت أكثر سهولة بدخول التكنولوجيا؟ بسبب توفر هاي الأجهزة الإلكترونية والمنصات وإتاحتها لأغلب العوائل ولأغلب المدارس، سهل عملية الوصول إلى المعلومة بين المشرف والأستاذ المربي المعلم والمدرس وبين الطالب وبين ولي الأمر. هاي سهلت كل يعني وصول المعلومة بسرعة، يعني قبل ما كانت هاي موجودة. اثنين، احنا عندنا مثلا الآن الانتساب، هذا الانتساب أنه الطالب يجري بعض الأمور الإدارية ويكون بالبيت يواصل دراسته من خلال منصة أوجدت وزارة التربية، منصة نيوتن. يعني قبل بالبداية كان الطالب يروح ويقعد، لا هسه الطالب رغم جلوسه بالبيت يتابع عن هاي المنصة، حتى غياباته تسجل على هاي إذا ما يتابع. يعني منصة جدا متطورة وحققت نتائج إيجابية. جيد. اثنين، عندنا بهاي سهولة التدريب. يعني احنا دخلنا دورات اثناء الوباء، انطينا دورات من خلال المنصات الالكترونيه الموجوده، الواتساب يعني نعم. اللي متوفره، وكان الشيء يعني ناجح. وهاي يعني احدثت مثل ما يقول انتقال بعمل الاشراف والمؤسسات التربويه. نعم.
عندنا من ضمنها يعني معوقات. بكل تاكيد لابد من كل عمل اكو معوقات. مثلا احنا ما اكتمال البنيه التحتيه. هذا المشروع يحتاج لبنيه تحتيه كامله. يعني تبدا من المدرسه الى التربيات الى الوزاره. جاي تعمل الان وزاره الاتصالات مشكوره، حددت الانترنت، بدات تجهز المدارس. هنالك تواصل يعني بين الوزارات. اكو تواصل، يعني هسه مدارس الاطراف، يعني ما نقول المركز، لا الاطراف تعاون يعني. صار تعاون، وكل مدرسه الاغلبيه وصلتهم قاعده الانترنت حتى يصير التواصل مع اولياء الامور. يعني هاي البنيه التحتيه هي الاساس. أكيد. بدت يعني هاي تتوفر رغم قلتها، لان تعرف هاي الحاسبات لازم تتوفر بكل تاكيد. اثنين، عملنا يعني الاشراف والوزاره الان ان تكون في كل مدرسه ان تارشف سجلاتها الكترونيا. نعم. يعني نتائج طلبتها والحفاظ عليها من التلف من اي شيء. نعم. اثنين، يعني ايضا الامان، جانب الامان هم مطلوب هاي القضيه، لان هاي معلومات راح تتحول كلها لهاي الاجهزه، الحفاظ عليه. نعم. صح. طيب استاذ، يعني الى اي مدى انه هذه العمليه خلينا نقول المنصات الرقميه، التكنولوجيا، ايش قد ممكن ساعدت ايضا المعلمين بخصوص هذا الموضوع؟ هذا سؤال جيد. هاي يعني كان قبل المعلم يعتمد على الكتاب، انه لازم المعلم يطالع. هاي الان التكنولوجيا الحديثه، الان ازيد المعلمين هم ناس اصبحوا يبحثون بهاي المجالات من خلال توفر هاي الاجهزه، وكذلك الطلاب. يعني الان عندنا المعلم مبدع، خصوصا الحديثين خريجين الكليات الحديثه. لان حتى الطلبه الان هم متمكنين بهاي الاجهزه. يعني المعلم الان بدا آفاق التربوية تتوسع، العلمية خصوصا المهنية، لأن يبحث عن طريق هاي الأجهزة والتواصل. يعني الآن أي طريقة تدريس، طوروا طرق التدريس الحديثة من خلال منصات التواصل والإلكترونية الرقمية. نعم، يعني حتى سهلت له عمله من خلال يعني حتى في داخل المدرسة، من خلال إعداد خلينا نقول أبسط الأمور، الأسئلة، إعداد المنهاج، المادة، تقسيم المنهاج، تلخيص، كل هاي الأمور. احنا عندنا ايضا مشرف المقيم بالمدرسه ايضا. هاي يعني بدا ايضا تواصل اجتماعي على المنصات الالكترونيه، يتواصل دائما مع اولياء الامور. هسه احنا قبل لا نجي مثلا احنا عندنا مدارس كثيره، الرصابه الثانيه مع الاهلي 900 مدرسه تقريبا، فما من الممكن الاشراف يغطيها. الاشراف هم اعداد قليله، فوين نتواصل؟ الكترونيا. يعني المشرف يتواصل مع المعلم الكترونيا، مادة اللغة الإنجليزية، بالرياضيات، بأي درس حسب الاختصاصات. يعني كتبنا لهم تبليغات يتواصلوا، لأن أنت ما تقدر تغطي كل المدارس، ما يقدر، وخصوصا المدارس متباعدة. يعني 100 مدرسة عند المشرف، لأن قلة الإشراف. يعني لقلة الإشراف كل مشرف يعني 100 مدرسة. أي 100 يشرف عليها من المدرسة. فهاي يعني الراد ايام عدد. الان شنو هم يتواصلون وياهم بالجروبات عن طريق المنصات الالكترونيه والرقميه. اثنين، سهوله الاختبارات. الاختبارات الامتحانيه سهولتها اجرت على هاي المنصات. وايضا عندنا التقييم الذاتي ايضا عن طريق هاي المنصات. يعني سهلت كثير من الامور. بكل تاكيد بكل تاكيد. ما اهم ادوات التقنيات الحديثة التي تستخدم في هذه المجالات؟ هي المنصات الإلكترونية، عندنا منصة نيوتن، والمنصات الذكية، والهاتف النقال والهاتف الذكي، وحتى هي بدأت تستخدم المصطلح الصناعي، الذكاء الاصطناعي. يعني هاي هو لابد هاي الأمور تدخل كلها. يعني هو هذا في يعني التكنولوجيا احنا لازم يعني نستفاد منها في تطوير التربية، ليس فقط في التربية وإنما في كل مجالات الحياة حقيقة. يعني طيب يعني أستاذ، ساعدت هذه التقنيات الحديثة في تشخيص نقاط القوة يعني بالأداء داخل المدارس؟ طبعا هي ساعدت اكتشاف نقاط القوة والضعف. نعم. فاكتشفنا نقاط الضعف يعني كثيرة منها. يعني وهاي يعني يحتاج مثلا إلى تدريب مستمر.
يعني من اكتشفنا نقاط الضعف انت لازم تعد ناس تحتاج الى تدريب على هاي المنصات، على الاجهزه، تدخل دورات مهنيه، يعني تدخل العاملين عليها وهم المعلم والمدرس وكذلك المشرفين، يعني لازم يدخل هاي الدورات حتى نتمكن نتلافي نقاط الضعف ونطورها. نعم. هل ساعدت التقنيات الحديثة في تشخيص نقاط القوة والضعف لدى المعلمين أو التدريسيين مثلا؟ اي طبعا اكتشفنا مثلا يعني هي هاي النقطة المعلمين هي جديدة عليهم. يعني احنا قلنا كل شيء مثل جديد يحتاج الى التدريب المستمر من اجل الانتقال الى مرحله كامله، يعني احنا ما منتقلين مرحله كامله بالمنصات الالكترونيه. احنا عندنا الان مثلا مثل ما يقول جزء بسيط، لان مو كل المدارس مغطينها انترنت او كل المدارس تتعامل. صحيح. فهاي اللي احنا نواجهه. لازم استاذ محمد، يعني كيف ممكن انه نستثمر التكنولوجيا في تحقيق عداله تعليميه افضل طبعا في المدارس بين المعلمين والطلبه؟ هي العداله لازم هاي نوصل التعليم ان يكون بصوره عداله، بصوره متساويه لجميع الطلاب من خلال توفير هاي المنصات لكل الطلبه، لكل المدارس، وتصير بصوره متساويه، فرصهم بهاي الجانب تكون صوره متساويه. عندما نوفر هذه المنصات، الاجهزه الخاصه بهم، هاي راح تكون نقدر نعطي تعليم متساوي. وهذا الشيء راح يتوفر من خلال مثل ما ذكرت البنى التحتيه اللي بدات الان يعدونها. البنى التحتيه يعني بدات ان شاء الله. وهي اثنين يعني اغلب العوائل هم عندهم هاي يتواصلون من خلال هاي المنصات. اللي عندنا التلفزيون التربوي، نعم، منصه يعني من المنصات الرائعه، نعم، ومنصه نيوتن. يعني هاي يعني هو حقيقة وسائل التواصل ممكن تكون مثلا عامل مساعد أيضا بالنسبة للطلبة الابتدائية بصورة يعني كبيرة جدا، لأنه الطالب مثلا احنا نعرف الابتدائية مثلا ما يعرف يتواصل ويا أهله أنه أنا انطوني درس الفلاني وأنا انطوني كذا وكذا. من خلال تواصل الأستاذ مع العوائل يعني. نعم، مع أولياء الأمور في الجروبات، في تفاصيل يمكن أنه يكون في الصورة مثلا. صح. هاي اللي وفرت لنا تغذية راجعة للتلاميذ مع أولياء أمورهم والمعلم والمدرس. يعني من يرجع التلميذ هاي كلها تتنزل عند أولياء الأمور على الأجهزة مالتهم، الانستغرام وغيرها. فهاي يتابعونها أولياء الأمور مع المعلم. يعني هسه أنا عندي ابن والدته ومع المعلمة، مع المعلمة أيضا بعد انتهاء الدوام هم يصير هذا التواصل من أجل رفع المستوى العلمي للتلاميذ وواجباتهم. احنا نتحدث في زماننا مثلا حتى تليفون مكان الأرضي فقط يعني فعلا. وما يقدر يتواصل إلا من يكون اجتماع مثلا أولياء أو كذا. بس سهولة الأمور آلت إلى أنه أكيد، وتوافر المنصات اللي ذكرها الأستاذ أيضا يعني بكل تأكيد سهل هذه العملية في نقل المعلومة، في إيصال المعلومة، وأيضا استمرارية التبادل مثل ما ذكرت حضرتك، يعني بين التواصل أيضا بين المدرسة وبين أولياء الأمور. نعم. يعني أستاذ، خلينا نتحدث أكثر عن مستقبل الإشراف التربوي برأيك. كيف ترى مستقبل الإشراف التربوي في ظل تطور التكنولوجيا؟ أحسنتم. الإشراف التربوي هو محور الإشراف التربوي عندنا، والمعلم والطالب والمنهج هو محور العملية التربوية. بكل تأكيد. يعني هن ذني واحد يكمل الآخر رغم الصعوبات. يعني البلد به صعوبات، خصوصا يعني احنا ما نتعامل ب 100 مدرسة أو 200 مدرسة، آلاف المدارس بالعراق من الشمال إلى الجنوب. وهذا ويعني اكو جهد واضح رغم المعاناة، رغم يعني بعض الأمور وقلة الخدمات، لكن اكو جهد دولة، جهد المؤسسات التربوية موجود. يعني هذا ما من الممكن. ومن ضمن هاي قلنا المنصات اللي بدت بالتعاون مع وزارة الاتصالات توصل لأبعد أطراف المدن بكل المدارس. الإشراف التربوي يعني يكون هو المحور. قلنا العملية التربوية إلى دور فعال، يعني لابد على الإشراف أن يواكب هاي الثورة الإلكترونية التكنولوجية،
ما من الممكن أن يكون هو يعني أن يكون هو داخل هاي العاصفة مثل ما يقول بالتكنولوجيا. أكيد. يعني الآن عندنا إشراف تقريبا 99% هم من الشباب والشابات المربين اللي هم كلهم على هاي المنصات متمكنين منها. نعم. كل يعني تأكيد. يواصلون وما شاء الله يعني هاي الأجهزة خلقت عالم. عالم وبها يعني هو حتى ما شاء الله الأطفال يعني بدأوا يعني يستخدموا، والحمد لله بدأت يعني يستخدمونه للشيء الإيجابي. يعني خلينا نبتعد عن هاي الصورة النمطية بأنه لا الحمد لله يعني صح. قد يكون اكو شواذ بكل شيء، بس لا حتى الاطفال بدأوا يستخدمونه اللي شيء اكيد يفيدهم. يعني خلينا نقول في ظل رقابه الرقابه المدرسه. اثنين اصبحت الاتصالات لها دور بهذا الموضوع. نعم اكيد. حدت من كل حجم بعض احنا المواقع. ذكرنا هذا الشيء بكل مجالات الحياه، اصبحت الاتصالات مهمه جدا حقيقه. استاذ احنا يعني جدا مستمتعين في الوقت، مستمتعين في الحوار، ولكن الوقت حقيقه داهمنا. ف يعني نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمه الاستاذ محمد شثير، عضو او معاون قسم الاشراف التربوي في الرصافه الثانيه. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا لك استاذ على هذا اللقاء. اشكركم على هذا اللقاء الرائع والقناه. شكرا نتمنى لكم ان شاء الله والتوفيق من رب العالمين. وشبكه الاعلام العراقيه شبكه مثل نقول بيت العراقي. شكرا نتمنى لكم التقدم والازدهار. نتمنى لكم الموفقيه دائما. ونتمنى لكم ايضا التقدم في عملكم، كونكم يعني شريحه جدا مهمه ايضا كاشراف تربوي. شكرا جزيلا لك استاذ. الله يحفظكم.